ازاي تقدر تسترجع الاكونت الفيسبوك بتاعك. انت مش عارف الايميل، انت مش عارف الباسورد، هتجيب الاكونت وترجعه ازاي؟ طب يا عم انا مش عارف الايميل ولا عارف الباسورد وحسابي قديم وعايز ارجعه. ما تفكرش ان انت تستخدم الطريقه دي. قبل ما ابدا في الشرح يا شباب، في طرق غير شرعيه، كل اللي بننزله هنا للتوعيه الامنيه مش اكتر ولا اقل. فانا طريقه النهارده اللي انا هنزلها لك هي ان انت تقدر ترجع الاكونت بتاعك، مش عايزك تروح لبتاع غيرك وترجع الاكونت بتاعك بدون ما تكون عارف الباسورد. يعني ما تكونش عارف الباسورد اصلا بتاع الاكونت، مش عارف الايميل، انت مش عارف الايميل بتاع الاكونت بتاعك. هترجع الاكونت؟ هترجع الاكونت. انت معانا هنا هتعمل اي حاجه، اي مشكله هتقابلك هتحلها. يلا بينا على الشرح عشان ما نضيعش وقت حضراتكم. يلا بينا. في جوجل كروم دي اول حاجه، وهنكتب في البحث هنا، هنكتب بس الاول جوجل، هنفتح جوجل وهنكتب في البحث هنا. الموضوع بسيط خالص اهو. هتكتب الوصول الى معلوماتك على الفيسبوك وتنزيلها. تمام، هنبقى نكتب كده في البحث الكلمة دي، هيجي لنا اول رابط ده هنضغط عليه. تمام، في البحث الوصول الى معلوماتك على الفيسبوك وتنزيلها فيسبوك. تمام، هتجيلك القائمة دي، هتختار ايه بقى؟ الوصول الى البيانات، اول خيار. ما افضل وصف لمشكلتك؟ هتضغط على الوصول الى البيانات. تمام، بعد كده هتجيلك قائمة بعدها كيف يمكننا مساعدتك بشأن طلب الوصول إلى بياناتك. هتختار رابع خيار، لدي حساب على الفيسبوك لكن لا يمكنني الوصول إلى بياناتي. تمام، ودي معظم المشاكل اللي الناس بتبعتها لي. تمام، فإحنا هنختار الخيار الأولاني اللي هو الوصول إلى البيانات، وبعد كده هنختار رابع خيار اللي هو لدي حساب على فيسبوك لكن لا يمكنني الوصول إلى بياناتي. تمام، وبعد كده هننزل لتحت، هنكتب بقى اسمنا وبريد الإقامة والبريد الإلكتروني والبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف. هنشوف بقى نعمل إيه. أول حاجة هنسيب الصفحة دي زي ما هي كده، هنروح نفتح تطبيق الفيسبوك. تمام، ونجيب الحساب بتاعنا المسروق أو اللي مش عارفين نخش عليه أو مش قادرين نخش عليه، هنبحث عليه كده في البحث. لو أنت قدرت تجيب الرابط ده تمام يبقى تمام. هنبحث دلوقتي على الاكونت بتاعنا اهو، وهنخش عليه وهنجيب الرابط، نسخ الرابط. ازاي بقى ننسخ الرابط وننسخ الحاجات دي؟ هنخش على الصفحة كده وبعد كده هنضغط على الثلاث نقط اللي في الجنب. تمام، وبعد كده هنجيب نسخ الرابط، هننسخه عشان هنستخدم الرابط ده. تمام، عشان احنا مش حافظين الايميل البريد الالكتروني ولا الباسورد بتاع الحساب بتاعنا، فاحنا هنجيب كده الرابط زي ما قلنا كده عشان هنستخدمه. هنكتب هنا اسمنا بالكامل. تمام، او اسم الاكونت هنكتب هنا، وبعد كده هنختار بلد الاقامة، البلد اللي انت قاعد فيها، مصر، السعودية، المغرب، اي مكان، السودان، كلكم على راسي. تمام، وبعد كده هنكتب هنا بريد الكتروني، ويفضل انه يكون بريد الكتروني جديد لسه يكون معمول، ياهو بقى، هوت ميل، جيميل. هنسيب لكم برضو رابط في الوصف كيفية عمل ياهو. تمام، عشان لازم تعمل الخطوة دي، تعمل ايميل ياهو جديد يكون لسه جديد. هنكتبه هنا عشان هم هيتواصلوا معانا عليه وهيبعتوا لنا الرسالة عليه اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. تمام، وهنعمل هنا بقى البريد الالكتروني او رقم الهاتف المرتبط بحسابك على الفيسبوك. لو معاك او حافظه بس مش حافظ الباسورد هتحطه هنا. تمام، لو مش حافظه او مسروق او اتغير هتاخد الرابط زي ما قلنا كده وهتمسح من اول تساوي زي ما انتم شايفين كده، هتسيب اخر حاجة وهتعمل هنا @نوري بلاي. هنشوف اهو نكتب ايه @noriplay.com. تمام، وبعد كده هنعلم على العلامة دي اوافق. تمام، بان البيانات اللي انا كتبتها دي صحيحة، وهتضغط على ارسال. تمام، وبعد كده هيجيلك القائمة دي، هتكتب هنا بقى الرمز اللي جالك ده اللي هو EHB9. لو مش واضح بقى زي ما مش واضح قدامنا كده هتضغط على حاول حل اختبار اخر، هيجيب لك كلام تاني. تمام، عشان يتأكد ان انت مش روبوت. تمام، انا بالنسبة لي الكلام مش واضح اهو، هضغط على حاول حل اختبار اخر. تمام، جالي اهو كلام تاني، زد بي كابيتال اكس كابيتال اي كابيتال جي كابيتال ان كابيتال، فاكتب الحروف السمول والكابيتال زي ما هي كده بالظبط، وبعد كده تضغط على ارسال. تمام،
اهو نضغط على ارسال. هيجي لنا بقى دلوقتي القايمه دي كده تمام. هنروح بقى نفتح الياهو او الهوت ميل او الجيميل اللي احنا كاتبينه جديد في الخانه بتاعه البريد الالكتروني. يبقى شرط هنا لاسترجاع الفيسبوك بريد الكتروني جديد او ياهو جديد او جيميل جديد. وهنسيب لكم في الوصف كيفيه عمل ايميل ياهو، مش هياخد منك دقيقتين. تمام. وهنروح نفتح صندوق الوارد. تمام. وهنفتح الرابط اللي جالنا زي ما انتم شايفين كده، وهنختار الكلمه الزرقاء دي. تمام، اللي هو مركز المساعده، وهنختار الرابط اللي هو جابه لنا ده. تمام. بيقول لك اذا لم تتمكن من الوصول الى حسابك على الفيسبوك هنبقى اهو الاجراءات التي يمكن القيام بها في مركز المساعده. الرابط ده هنفتحه ونضغط عليه وهيفتح معانا اهو. حساب تم الغاء تنشيطه، هتضغط الرابط ده. بيجيب لك هنا بقى ايه المشكله اللي عندك ايه. يمكنك الوصول الى انواع محدده من معلوماتك على الفيسبوك مثل الصور والمنشورات والتفاعلات والتعليقات باستخدام اداه الوصول الى معلوماتك. هتضغط على الرابط ده. يمكنك ايضا تنزيل نسخه من المعلومات التي قدمتها للفيسبوك باستخدام اداه تنزيل معلوماتك. هتضغط على الرابط ده. يمكنك تنزيل معلومات بتنسيق ال HTML سهل وهكذا. بيجيب لك المشكله اللي عندك والرابط اللي انت تقدر تخش بيه. المشكله اللي عندك والرابط اللي انت تخش بيه. فاول مشكله عندنا اللي هو الرابط الاولاني. تمام. هنطلع كده تاني فوق اهو، جايب لك كل حاجه. هنطلع احنا فوق كده وهنختار اول رابط، مشكلات تسجيل الدخول. جايب لنا الرابط بتاعتها، هنضغط عليه. تمام. يبقى لازم نعمل الخطوه ديت. تمام كده عدينا نص المرحله. المرحله الجايه دي بقى سهله جدا، هنشوف دلوقتي مع بعض. تمام. هيقوم فاتح معانا بقى ايه الرابط ده. هنضغط على ايه، لا يمكنني تسجيل الدخول الى الفيسبوك. يبقى لازم نفتح الايميل والرساله اللي جات لنا عليها نفتحها ونضغط على الرابط او المشكله اللي عندنا، فيجيب لنا الرابط ده. تمام. لا يمكنني تسجيل الدخول. ويجيب لك برضو كل المشاكل اللي عندك، كيف يمكنني الاتصال باصدقائي الذين اخترتهم كجهات اتصال وهكذا. بيجيب لك كل حاجه. فاحنا هنضغط على لا يمكنني تسجيل الدخول الى الفيسبوك، وبعد كده نضغط على الرابط اللي هو عامله لنا بالازرق ده. هنضغط عليه. جرب استرداد حسابك على الفيسبوك. هنضغط على الرابط ده. تمام. هيجي لنا القايمه دي. طبعا جت لكم القايمه دي كذا مره. هتضغط على بحث باستخدام رقم هاتف المحمول بدلا من ذلك او البريد الالكتروني. فاحنا هنختار البريد الالكتروني او اسمك بالكامل. هنكتب هنا اسمنا اللي على الفيسبوك لو احنا حافظينه لسه. هنكتب اسمنا ونبحث عليه ونختار الحساب بتاعنا اهو. وبعد كده هنقول له ايه، جرب طريقه اخرى مش متابعه. وبعد كده لم يعد بامكانك الوصول الى هذه العناصر هنختارها عشان مش عاوزين نبعت رساله على SMS الرقم الهاتف اللي جالنا. وبعد كده هنكتب هنا البريد الالكتروني الجديد ونعيده مره تانية بريد الالكتروني جديد. وبعد كده نضغط متابعه، لانه بيقول لك هنا بقى ادخل عنوان بريدك الالكتروني الاساسي جديدا حتى تتمكن من تسجيل الدخول الى فيسبوك وتلقى اشعارات من طرفنا. سنقوم بازاله اي عناوين بريد الكتروني اخرى في حسابك. تمام. هتكتب بقى زي ما قلنا البريد الالكتروني وتعيده مره تانية تحت. وبعد كده هتضغط على متابعه زي ما قلنا. هيجي لك هنا بعد كده يتعذر علي تسجيل دخول. هتكتب هنا الاسم بالكامل وهتختار اختيار الملفات. بيقول لك هنا بقى ايه، تحميل بطاقه هويتك. لمساعدتنا على تأكيد هويتك يرجى تقديم نسخه من بطاقه هويه رسميه. تمام. واننا نقبل جواز السفر او رخصه القياده او بطاقه هويه اخرى. هتضغط على اختيار ملفات وتجيب الصوره وتبعتها لهم. وفي خلال 30 يوم الصوره دي بتتمسح تلقائيا من عندهم. تمام. وهيرد عليك باذن الله في خلال 48 ساعه اللي هو هيرجعوا الاكونت بتاعك. وهتضغط على ارسال. ويا رب الاكونت بتاعكم يرجع. لو عندكم اي استفسار اكتبوه في الكومنتات وهنرد عليكم. واعذرونا لما بنرد متاخر عشان في ناس كتير بنرجع لها الاكونت بتاعهم. بس يا شباب استنى 48 ساعه فيسبوك هيرد عليك يقول لك كونجراتيوليشنز اكونت رجع لك خلاص والف مليون مبروك. لو عجبك فيديو النهارده ما تنساش تعمل لايك للفيديو. ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه